هو أنا فعلًا ما ليش في الكورة، بس أنا ما كنتش باتفرّج أصلًا على اللعيبة، أنا كنت باتفرّج على كَم التكنولوجي المستخدمة في كأس العالم للأندية 2025. ما تقوليش إن ما حدش تاني خَد باله، يعني ما شُفتش الRef cams ده لأول مرّة الحكام لبسوا كاميرات على جسمهم، يعني بقينا نشوف الماتش من عين الحكم نفسه، وده خلّى قراراتهم أوضح بكتير. طب ما خدتش بالك من تكنولوجيا الoffside شبه المؤتمتة أو الSout؟ دي بقى اللي بتخلّص حوارات الoffside بسرعة وبدقة، فالماتش ما يقفش كتير ونستمتع باللعب أكتر، وزعيق وخناقات أقل. بلاش، ما شُفتش تكنولوجيا مراجعة القرارات لايف على شاشات الملعب؟ صح، ده كان بس للناس اللي راحت حضرت في الاستاد. تخيل تبقى قاعد جوه الاستاد والحكم بيراجع لقطة بالفار، فجأة تلاقي اللقطة دي اتعرضت على الشاشات الكبيرة عشان كل الجمهور يشوفها ويسمع الحكام بيتناقشوا مع بعض. ده خلى الناس تفهم ليه الحكم خد القرار ده وما يبقاش في مجال للشك ونظريات المؤامرة. تفتكر الموضوع وقف هنا؟ أبدا. عندك تكنولوجيا جمع بيانات المباريات بالذكاء الاصطناعي. الكاميرات اللي في الملعب دلوقتي مش بس بتصور، دي بتجمع بيانات عن كل حركة للاعبين والتاكتكس اللي بيستعملوها، وده كله بيتحلل بالذكاء الاصطناعي عشان البيانات دي بتساعد الفرق تحلل أدائها وأداء المنافسين. وتكنولوجيا الاستبدالات الرقمية، المدربين دلوقتي يقدروا يقدموا طلبات التبديل بالتابلت، وده بيخلي العملية أسرع وأسهل والماتش ما يتعطلش كتير. وتكنولوجيا العقوبات ضد الوقت المهدور، الفيفا عشان تضمن إن الماتش يبقى فيه لعب أكتر بقى فيه قانون جديد إن حارس المرمى لازم يطلع الكورة في 8 ثواني، لو ما عملش كده الفريق التاني بياخد ركنية عشان الماتش يبقى أسرع. واسمع دي، قانون القبطان بس بقى فيه قانون بيخلي الكابتن بتاع الفريق أو القبطان هو الوحيد اللي مسموح له يتكلم مع الحكم، لو أي لاعب تاني حاول يتدخل بياخد إنذار على طول. فنخلي الماتش حضاري أكتر عشان جماهير الفوتبول ما يحرجوش الفيفا قدام جماهير السoccer. أخيرا بقى لأول مرة من فترة كأس العالم بيتعرض مجانا، منصة دايزن عرضت الماتشات كلها ببلاش، معاها اوبشن انك تشوف POV الكاميرا اللي لابسها الحكم، وكل ده من الموبايل، مش محتاج بقى تنزل القهوة ولا تدور على وصلة. والسؤال هنا للناس المتابعة اللي ليها في الكورة، تفتكروا الفيفا بالمعدل ده في كأس العالم اللي جاي هتقدر تعلي على كأس العالم بتاع قطر 2022 ولا قطر علت الستاندرد ساعتها قوي؟